اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عسلامة، مرحبا بكم من جديد في عالم امرأة تونسية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا رب. وينكم؟ شنو أحوالكم؟ اليوم جيتكم بكل طاقة إيجابية إن شاء الله. ربي يعطينا الصحة والعافية. قلت خليني نبدأ ننظف قبل ما تسخن علينا الدنيا طقس. بديت بالصالة، حبيت ننظف الإكرام تاع التلفزة من الغبرة. كما تعرفوا بلادنا ديما عجاج. مسحت المكتب متاع التلفزة. في الأول مسحته من الغبرة وبعد مسحته بشوي أجاكس. غبرة الحق ما نحكي لكم، مش كل جمعة احنا هكا ننظف. ربي إن شاء الله يعطينا الصحة والقوة. اليوم الروتين في الصالة ذاك هو. قلت خليني نكمل الصالة على قاعدة، وحبيت نحكي معاكم شوية كهو. معناها الفيديو بسيط وصغير، إن شاء الله يكون خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله مزيد المشاهدة متتبعي الأعزاء، فضلا ليس أمرا. استحقتكم الشهر هذا باش تتفرجوا لي. كما شفتوا هذا الكلك جبت معناها باش ننظفه. باش نمسح طواول أول حاجة، باش نحط عليهم حاجة للنظافة، نحطها على شيرة. حق سخانة ولزمنا من تو نبدأ ننظفه، معناها معاش بكري. اللي عنده حاجة يعملها تو مازلت في الدار، ما خرجتش من روتين الدار. قلت نبدأ بالصالة ننظفها على قاعدة، ومن بعد نكمل البيوت الآخرين. الكوجينة بحكم ديما فيها، معناها ديما نظفة وفيها ما تعطلش كيما البيوت الآخرين. والعجاج صدقوني مستمر إلى يومنا هذا. عندنا شوي عجاج وشوي غبرة، ومش نعمل كي تبدا معناها البيوت نظيفة من داخل. حتى شي معناها من برا نجمونا ننظفه حتى مرة في الجمعة.
كل شي مشي بالغبرة، يلزمنا ديما ننظف وديما ويدينا عليها الدار. في نفس الوقت لازمنا ننظموا وقتنا معنا باش ما نتعبوش. ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والقوة. حاجات بسيطة وهي تعب اكثر من الحاجات الكبيرة معناها. بالرغم اني ديما مستحفظة معناها ما نحلش برشا في الشبابيك ونسكر ديما الدار، نعمل هيك خيشة مبلولة على الغبرة. اما ديما الغبرة متعدية معناها. اما اليوم قررت قلت منخرجش من الصالة، نكمل الصالة على قاعدة ومرة اخرى نجبد البيوت الاخرين. قلت خليني نقعد معاكم قاعدة ونحكي معاكم شوي. شرايكم في المحتوى متاع القناة؟ نتمنى انكم تعطوني رايكم في الفيديوهات اللي تعدت، خاصة فيديوهات بتاع معناها التقليدي والفيديو متاع الصحراء، فيديو متاع الطبيعة، الغابة متاع دارنا. حبيت هيك نحللكم مرة فيديو والا ديريكت تحكولي على شنو رايكم في الفيديوهات اللي تعدوا. تنصحوني شنية الحاجات الباهية شنية الحاجات اللي ما عجبتكمش. ان شاء الله معاكم تكبر قناتي ومعاكم تتطور القناة. ماذا بي ديما نلبي طلباتكم شنو تحبوا تتفرجوا. وانا بطبيعتي كل مرة هيك، مرة ننوع لكم، مرة روتين، مرة نخرجوا خرجة طبيعية، مرة أكلات، خاصة تو في الصيف باش تقل بصراحة وقفتي في الكوجينة. نحاول اني ما نطيبش برشا في الصيف. الأغلبية الصباح معناه كان طيبتها وانا بيبقى العشية العشاء، وإلا العشاء حاجة خفيفة معنا في الصيف. ما نحبش دخول برشا الكوجينة، حكم أول حاجة الكوجينة الصغيرة وسخون العشية، وثاني حاجة ما ناكلوش حاجة مهمة معناها اللي يجيك في العشي. منش عارفة الناس الكل كيفي ولا الحاجة هذه. أما الأغلبية الحق صلايط في سلطة مشوية، سلطة مفورة متاع جزر وجلبان بطاط، يا سلطة خضرة يا سلطة تاع طماطم وبصل. المهم حاجة خفيفة معناها نبعد شوية على السخون، ونبعدوا على حاجة فيها طماطم على العشية باش تجيني سخونة وباش تشد لي وقفة كبيرة في الكوجينة. حتى نشتي ملاوي الحق ولا نشتي خبز يلزمني نعجنه على بكري ونطيبه بعد المغرب معاه. كما قلت لكم سخونة 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 نار الكوجينة تو، خاصة بعد العصر. حتى بعد العصر ما نجمش ندخلها. اعطوني اقتراحاتكم تاع عشاء، اعطوني فكرة. ساعات والله نحير حتى باش ندخل كوزينة نقول باش شنو باش نطيب معناها حاجة خفيفة وحاجة ما تسدش وقت.
هاني نكمل نمسح في المزال ما هذوما شوية كتب عندي لبنات متنوعة. كل مرة هيك يجي في يدي كتاب نستحفظ بيه متاع أذكار صلاة متاع، ولا يجيني حد هيك نفيده بحاجة يقراها. ماذا بي تكون عندي مكتبة الحق متاع كتب. كتب القرآن ماذا بينا ديما نتفقدوهم ونمسحوهم مع من الغبرة، ونحاول حتى نقرأ صح الصفحة معناها من نتركوش الكتاب هيك ديما مسكر. من نستحسن ان ديما نحلوه نقرأ منه حتى صفحة. نهارها صدقوني كملت كان الصالة وكهو، وسخون النهار، سخن نهار برشا وتعبت الحق ما كملتهاش. ما نكذبش عليكم الصالة نهارها ما كملتهاش. جيت نظفت البش هذا الصغير، نظفت طاولة التلفزة والمكتب نتاعها من غدوة كي كملت الباقي الحق ما أنا كملتش في نفس النهار. أما الحمد لله الحق داري صغيرة ما تشدش حتى أيامات معنا نهيرين وكهو. أما يلزمه يعمل ميناج هكا ولا روتين يلزمه يفيق بكري ويكمل بكري. وصلت 10 ساعة معاش تنجمي تتحرك، خاصة كي تبدا دارك هكا فيها شمس ولا حاجة. يلزم فيق بكري ونكمل بكري العشية مؤخر بعد العصر حتى تنخرج هكا ننشر الزواور ولا نغسل هكا كليم معناه نستعمل فيه في الشتاء. يلزمني بعد العصر بعد ما تطيح الشمس شوي. كما قلت لكم سخانة سخانة سخانة، كان ربي يرحمنا البنات إن شاء الله. ربي يرحمنا برحمته. اليوم قعيد بحذاكم ومحلها قعيدة. والله حبيت نحكي في برشا مواضيع، أما أعطوني موضوع هكا نحكي لكم عليه. هذوما الكل ما شاء الله يعني نظفتهم. وباش ننظمهم بعد في كل حاجة كان حتى في بلاصتها. محلاه كيف يكمل الإحساس بعد ما نكمله. حاولت نحط كل حاجة هكا في مكانها المناسب. إن شاء الله يعجبكم الديكور، إن شاء الله تعطوني رأيكم. هذا ما باش نحط فيهم الكتب كما قلت لكم. ماذا بي راني عندي مكتبة أكبر من هكا حط فيها أي كتاب عندي.
بعد ما كملت تو باش ننظف الطاولة ونرجع لها الناب متاعها. ان شاء الله يكون الفيديو اليوم خفيف ظل عليكم، ان شاء الله يعجبكم يا ربي. حبيت نحكي برشا مواضيع، اما الحق ما جاش على بالي معناها شنو باش نحكوا بالضبط. اعطوني اقتراحات باش نحكوا فيها مع بعضنا ان شاء الله في فيديو اخر، وان شاء الله في حكاية اخرى وموضوع اخر. يعطيكم الصحة على المشاهدة، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في المشاهدة احبابي واعزائي المتتبعين. وتو نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.